السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، معاكم هدى محمد وقناة لقمة هنية. هنعمل مع بعض النهاردة اسرع وصفة كب كيك برتقال. وصفة سهلة جدا وبيضة واحدة بس. هنعمل كل كمية الكب كيك دي زي ما انتم شايفين. عملنا 12 واتبقى من العجين كمان شوية، حطيتهم في بولة اكبر شوية. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل مع بعض وصفتنا ازاي. في الخلاط بتاعي هحط نص كوباية من السكر، تقدري تخليها كوباية الا ربع لو بتحبي الحاجة مسكرة شوية. بعد نص كوباية من السكر هنزل بالبيضة بتاعتي، بيضة واحدة بس. والسكر طبعا بيكون عادي، مش سكر بودرة يعني. هنزل بقى بعد كده بنص معلقة من الفانيليا السايلة، ومعاها معلقة كبيرة من الخل الابيض، خل الطعام. طبعا احنا قللنا من الفانيليا علشان ده كب كيك برتقان، ولسه هنحط عصير برتقان وهنحط بشر برتقان. انا هنا نزلت بكوباية من عصير البرتقان فريش مضرباه في البيت. تقطعي البرتقان وتقشريه وتضربيه وبعدين تصفيه زي ما هو كده. ونزلت بنص كوباية من الزيت، وعشان اعزز الطعم واللون حطيت معلقة كبيرة بتاعت الاكل تانج برتقان. تمام، بكده المكونات السايلة بتاعتي تكون خلصت. هنزل بس الاول بمعلقة صغيرة من بشر البرتقان، انا عملته معاكم في فيديو قبل كده، لو مش موجود عندك استغني عنه. بقى في الطبق بتاعي اللي هعجن فيه حطيت كوباية من الدقيق، معاها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهضربهم كويس جدا. بعد ما نخلتهم هضربهم كويس جدا المكونات الجافة مع بعض، وانزل عليهم بالمكونات السايلة. لو لقيتي العجينة بتاعتك سايلة شوية زودي ربع كوباية كمان من الدقيق، عشان طبعا على حسب الدقيق بتاعك اللي انت بتستخدميه. المهم القوام يبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. القوام ده مظبوط جدا جدا. هجهز صينيه الكب كيك بتاعتي واحط ورق الزبده فيها، وهنزل بالمعالق المعياريه كده. هنزل بمعلقه في كل واحده زي ما انتم شايفين، واسيب مسافه بسيطه كده من فوق عشان لما تقب. وادي البوله اللي اتبقى فيها باقي العجين، حطيتهم البوله الورده دي. بيطلع بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله حلو جدا ووصفه ناجحه. والكب كيك جميل قوي، تقدري تزينيه، تقدري تاكليه زي ما هو كده، طعمه تحفه. والبرتقال مديله نكهه جميله جدا. انا حطيت على وشه عسل وزينته بفرماسيل كده للاولاد، وتقدروا تاكلوه ساده زي ما انتم عايزين او عليه كريم شانتيه.